هو بيبقى مربع او مستطيل. المره اللي فاتت كنا عاملينه في الطرقه، المره دي عملناه على حسب التصميم بتاع العميل. مستطيل هنا كان فيه سبوتات واتلغت واتعمل بالشكل دوت. طبعا في اشكال كتيره، ده وضع من ضمن اوضاع الثبات. زي ما قلنا مش كل الليد يمكن تثبيته، احنا عندنا الليد اضاءه اعتماديه، مش مجرد لقطه وشكل، لا اضاءه اعتماديه، وفي نفس الوقت احنا نقدر نعمل له حركات وبرضه نثبته. فمثلا هنعمل شكل تاني او هنعمل حركه تانيه، هتلاقيني كل شويه بعمل حركات. هنعمل الشكل ده، الافتتاحيه ديت، ده كل ده ثابت. اعمل كده. طبعا الجديد اللي احنا قلنا عليه وده لسه هنزله فيديوهات تانيه، ان هو بيشتغل على الموبايل ابلكيشن ويشتغل مع الميوزك ويشتغل مع، ده لسه جديد، ده لسه هنزله. اشكال زي كده، يرجع يفتح ويجمع الاضاءه، نفس الكلام. ده حركه برده من ضمن الحركات. طبعا احنا مسرعينها، ممكن نبطئها، يعني انا ممكن ابطئ الحركه نفسها. في سبيد هنا ممكن ابطئ منه الحركه بتاعتي، اسرعها بس عشان الفيديو، ممكن اسرعها بخليها على اسرع حاجه. نفس الكلام حركه ثانيه اهي، حركه ثانيه كمان اهي اهو. هحاول اسرعها شويه عشان الوقت بتاع الفيديو. طبعا هنا الشكل ده كان عندنا 12 متر وشويه، احنا برمجناه يشتغل بالطول دوت. وارجع بقى بعد كده، انا بحاول اعمل ايه؟ ارجع للشكل الاولاني اللي كنت عايزه، بحيث لما اقفل السويتش الرئيسي يشتغل معايا على الافتتاحيه اللي بيعملها. ده شكل بيعمله ويرجع تاني يفتحه. شبه اللي كان معمول في الطرقه كده لما كان بيفتح من السنتر بتاع الشكل. طالما الاطوال متناسقه، طالما الاطوال متناسقه يفتح من السنتر بتاع الشكل اللي انا عامله. كل ده كده يفتح ويرجع تاني، يفتح ويرجع تاني. هنحاول نوصل لاول سويت، اول مود ليه كده. لا هنشوف دوت او اللي بعديه لغايه لما نرجع للمود اللي العميل اصلا مختار الشكل عشانه، اللي هو يثبت الاضاءه بتاعته تبقى ثابته. القطاع المستخدم بقى كان قطاع 2.3، والليد ده اللي هو اضاءه اعتماديه. الاضاءه اعتماديه مش ال 8 واط ده ولا ال 10 واط، ده 16 واط. كده وصلنا للعميل ايه كان مختار. طبعا هو العميل عامل شكل فريم تاني بره هنا، هوريه لكم دلوقتي.